الاتحاد السكندري وواحد من اعلام غرب اسكندريه ومن البصل. معانا الاستاذ احمد سلامه، واحد من عشاق الاتحاد السكندري وواحد من اعلام غرب اسكندريه ومن البصل، وهيكلمنا عن ذكرياته مع تشجيع الاتحاد السكندري. الاستاذ احمد سلامه مواليد الاباري اسكندريه، سنه كام يا استاذ احمد؟ سنة 55، عجوز يعني. يعني تاريخ ميلادك بالكامل كده برضه نتشرفوا بحضرتك. 1955. يعني شهر ايه، يوم ايه يا استاذ احمد؟ ايوه حبيبي. يوم تاريخ الميلاد يوم ايه؟ 30/10/55. 30/10 طبعا 55. انت مع الخطيب يا ريس، لا كده بقى ايه؟ لا 55. ايوه. طيب اول مرة عرفت الاتحاد امتى؟ وانا في ثالثه ابتدائي. ايوه. كان والدي بيشجع نادي الاتحاد وكده، وانا في ثالثه ابتدائي. ايوه. فارتبطت بيه بقى بالاتحاد، وبقى بقيت مريض بيه. ايوه. يعني مفيش ماتش للاتحاد كان هنا بقى الابيض والاسود، التلفزيون الصغير ده الابيض والاسود وكده. اول ذكرياتك مع كاس 63؟ ايوه حبيبي، بالظبط كده. احكي لنا بقى. ايه يا حبيبي؟ ايوه احكي لنا ذكرياتك مع مباراه نهائي. بص، انا اللي عمري ما انساه بالنسبه لتاريخ نادي الاتحاد، يعني سنه 2014 كان في الاتحاد عمل احتفاليه المئويه. سنه 2014 المئويه. ايوه المئويه اللي هي اتعملت على استاد اسكندريه. تمام. وكانت الجماهير مع نادي سبورت لشبونه البرتغالي. الماتش ده ايوه. وانتهى بالتعادل بال 2-2. تمام. بين الفرقتين دول. طبعا اللي كانوا موجودين ايامها بيتفرجوا على الماتش ومعانا محمود الخطيب اللي انا افتكره. وايامها ركله البدايه شحته هو اللي بدا ركله البدايه بتاعت الماتش ده. انت كده خدتنا للاخر، احنا عايزين نبتدي من اول مع طفولتك. انت اول مره رحت فيها الشاطبي، ملعب الشاطبي، اول مره رحت اول ماتش شفته في اسكندريه. طيب طب بص ماشي، انا يعني عشان انا مش مرتب الافكار. ايوه. انا مش مرتب الافكار، فانا هجيب لك. لو انت عايز مثلا ايه اكمل، طيب ده اكمل الحته دي بس. ماشي. اكمل الحته دي. احنا كنا هناخدوها بالترتيب لكن انت ماشي معلش. معلش يعني عشان انا مش مركز قوي يعني. تمام معاك. وكان موجود مع محمود الخطيب كمان محمد ناجي جبته، لو تفتكروه. ايوه. لاعب قبل كده. والديبه، الكابتن ديبه، اول هداف لكاس الامم الافريقيه هو. جميل. كابتن ديبه. تمام. الحاجه الثانيه بقى اللي هي مهمه عمري ما انساها برضه، الحفله بتاعت ام كلثوم سنه 60. انا كنت لسه ما دخلتش اولى ابتدائي، كنت في اولى ابتدائي يا رب، في اولى ابتدائي. ووالدي خدني معاه. كان ايامها نادي الاتحاد عنده ازمه ماليه كبيره. تمام. وكان هيعمل افلاسه. وكان والدي بيعيط وهو بيسمع الكلام ده. ساعتها وزير الشؤون الاجتماعيه كان راجل وزير الشؤون الاجتماعيه دعم النادي ب 5000 جنيه. ايوه. ده والدي الحكي لي يعني. ايوه. عشان يوقف قرار المحكمه بالحجز على ممتلكات النادي. ده سنه 60. تمام. بعدها على طول بقى جت ام كلثوم عملت الحفله دي لصالح نادي الاتحاد. عايز بقى انت بقى توصف لي اجواء الحفله انت شفتها بنفسك. انا كنت صغير، انا شفتها شفت ام كلثوم. ايوه. وكانت ايامها لابسه اللبس بتاعها اخضر وعليه العلامه بتاعت الاتحاد. كان شعار الجمهور عطيها هديه. شعار ايوه بالظبط كده. الشعار بهديه من الجمهور. الكلام ده كان في السنتر بتاع ملعب الشاطبي. ايوه الله ينور عليك. حاطين الله ينور عليك. المسرح قدام مدرج حوده. ايوه بالظبط كده. كراسي مرصوصه في الملعب الكوره. ايوه. في الطيب. ايوه الله ينور عليك. الجمهور والمصيفين ايوه. والناس كان بيبقى فيه اقبال شديد جدا على حفلات ام كلثوم في ملعب نادي الاتحاد او في المنتزه او في سينما ستراند او هي الهمبره زي ما كان. الله ينور عليك. طبعا الكابتن ديبه هو كان بيتفق معاها وهو اللي كان بيشوف كده. ليك ذكريات مع الكابتن ديبه؟
كابتن بالظبط كده، هي كانت بتعشق نادي الاتحاد، وكابتن ديبا كمان هو اللي حببها فيه. هو اللي حببها في مع نادي كابتن الاتحاد. ديبا او مواقف معاه؟ هو بصراحه في مره انا كنت صغير وكنت رايح مع وابن عمي دخل وسابني، ما رضوش يدخلوه عشان معيش تذكره. ايوه. انا اصرخ وعيط لازم اخش لازم اخش، فلقيت ايه واحد جاي كده لابس رياضي كده وراجل محترم كده كبير، قال لهم بس سيبوه فيه، تعالى يا ابني في ايه؟ قلت له يا عم انا عايز اخش عايز اخش الماتش، احضر الماتش، وابن عمي سابني ومشي وانا معيش تذكره. قال لي تعالى خش. راح واخدني في ايده ومعدني في السنتر. كابتن الديبا ربنا يرحمه ويصبره يا رب. رحمة الله. الكابتن الديبا دخلك الملعب بنفسه، ان هو كان ايه مراقب لجنة النظام. ايوه بالظبط كده، هو قعدني في السنتر كمان. عايزك تفكرني بقى بالماتش ده، كان ماتش مين ومع مين وايه اللي حصل؟ ده كان ماتش الاسماعيلي، اللي هو ايه، ضربات الترجيح بتاعت عرابي ولا؟ ايوه الخمس بلانتيات اللي صدهم عرابي. ايوه، احكي لنا بقى عن الظروف كده واحوالك، وانت كنت قاعد ازاي ورا انه جون؟ انا كنت قاعد يعني وسط جمهور الاتحاد، وكان في مشجعين لنادي الاسماعيلي. فاحنا عمالين نهتف وبعدين لما جت البلانتيات بقى ضربات الترجيح. يا محمد. السلام عليكم. يا بركاته يا حبيبي. استاذ احمد، ازي سعادتك، ازي حالك؟ الله يكرمك يا حبيبي ويديك الصحه. الله يكرمك ويديك الصحه حبيبي. معانا الاستاذ احمد سلام. يا استاذ محمد معلش فصل معلش. ايوه، انت ايه شفت ضربات الترجيح؟ شفت ضربات الترجيح. وقلنا كل ما يصد كوره نعيط كلنا ونصرخ ونهتف له. ايوه. يعني الماتش ده عمرنا ما هننساه. تمام. في حاجه ثانيه بالنسبه يعني للذكريات مع نادي الاتحاد. انا ما حضرتش الموقف ده، لكن والدي كان موجود معاهم ما دخلش بقى. عبد الحليم حافظ الله يرحمه. لو نفتكر الاتحاد كسب الاهلي 2-0 في كاس مصر سنه 73. 2-1. ايوه. 2-1 بالظبط. 2-1 سنه 73. تمام. ايامها عبد الحليم اتصل مش فاكر انا بقى مين اللي كان مدير النادي ايامها او حاجه زي كده، واستقبلهم في بيته. اول مره ديت عبد الحليم حافظ يستقبل فريق شعبي زينا كده في بيته. في كمان حاجه ثانيه كمان، اللهم صل على معلش يعني الواحد طبعا عبد الحليم قابل ضيوفنا ولعبتنا وعمل معاهم الواجب من يعني اكرام وكلام من ده. انه بيستقبل فريق اوروبي اجنبي. تمام. وكان معجب جدا باداء الفريق ايامها، كان معجب جدا فيه. في حاجه كمان هقول لك انا عليها. اللهم صل على النبي. عندك ذكريات عن مباريات افريقيا، مباريات الدوره الصيفيه، نجوم الاتحاد لعلاقتك بيهم؟ بص، هو الله يرحمه الكابتن بوبو، الله يرحمه، كان جميل. الكابتن بوبو كان كنت اعشقه. انا كنت احبه جدا، وكنت كل ماتش قبل الماتش ما يبتدي انزل تحت في الملعب. فالناس بقى بتوع الامن وبتاع اطلع بره اجري عليه، يروح هو واخدني بالحضن، ازيك يا احمد عامل ايه؟ الله يرحمه كابتن بوبو. وكان كل ما يعمل يعني يعمل كوره كويسه، انا اصرخ وهو معيط واصرخ وبتاع. بعد ما الماتش بيخلص هو مشاور لي كده كابتن بوبو الله يرحمه، يروح مشاور لي كده يقول لي ايه رايك فيا؟ اقول له انت راجل محترم، انت لعيب محترم، انت خليت سيد البلد فوق كل الناس.
يقعد بقى ياخدني بالحضن وبتاع ويوصلني ويطلعني لغايه فوق. كابتن بوب بصراحه يعني ده من ضمن افضل اللعيبه اللي كنت احبه جدا. طبعا دي اخلاق العظماء كابتن بوب، وراجل طبعا ايوه طبعا رمز من رموز الفريق، رمز من رموز الفريق. وهو كان طبعا بيعمل في التجاريه الاخشاب عندنا في غرب، اكيد كان ليه علاقات الله ينور عليك، الله ينور عليك، الله ينور عليك. تمام. فيعني نادي الاتحاد يعني ده من دمنا، وحتى في الازمه الاخيره ديت احنا كلنا كنا مستائين ونفسنا الاتحاد يطلع من الكبوه دي، واللي حصل ده بالاستقاله بتاعت محمد مسلح والاحداث اللي حصلت بعد كده. يعني انا ما كنتش بنام، ومعظم المشجعين ما كانوش بيناموا من الارق والزعل. ازاي فريقنا، فريق سيد البلد، يوصل للمرحله ديت والناس تقدم استقاله مع الدورات الصيفيه يا استاذ احمد، طبعا كنا في الصيف بقى ونتفرج تحت الاضواء الكاشفه. ايه يا حبيبي؟ ذكرياتك مع مباريات الدوره الصيفيه. الدوره الصيفيه، انا افتكر كان لينا ماتش هنا اهوت، وما عرفتش اخشه، ما عرفتش ادخله، ما عرفتش اخش الاستاد يعني. فاتفرجت في القهوه. كان في ماتش لينا مع الزمالك. كان في ماتش لينا مع الزمالك. تمام. وقعدت اتفرج عليه وكده. احنا حظنا مع الزمالك يعني بنكسب الزمالك او نتعادل معاه، سواء هنا او هناك. فانا كنت مراهن والدي، قلت له ايه، انا كنت عنده يعني، بقول له ايه رايك احنا في الماتش ده احنا هنكسب. قال لي لا مش هنكسبه، الاتحاد هيخسر. قلت له لا هنكسب. المهم اتراهنا مع بعض، وجت النتيجه ساعتها الاتحاد كسب الزمالك 1-0. فمن يوميها بقى هو يقول لي ايه، انت انا تحب الاتحاد وانت بقيت اكتر مني يعني، احسن مني يعني وكده. تمام. ما احنا بنتكلم اجيال طبعا عشق الاتحاد وحب الاتحاد. طبعا انا تدريب الثلاث، يوم الثلاث كان فرحه حلوه. ايوه والجماهير كلها كانت مبسوطه ان رغم ان الكلام اللي كان بيتقال على زران وكده المدرب والكلام دوت والجهاز الفني وكده، لكن برضه احنا كنا جوانا حب لزران وحب اللعيبه كلهم واحد. لا احنا بنتكلم على التاريخ. ايه اللي جاب زران ده؟ زران ده لسه 2023، احنا بنتكلموا بقى على السبعينات لا انا بقول لك على التاريخ بقى، على التاريخ بتاعنا. احنا طول عمرنا نحب، عارف فاكر انت سنه كام؟ سنه كام يا رب؟ سنه 73. ايوه. ماتش الاتحاد والاسماعيلي في الكاس. ايوه. كان موجود طلعت يوسف وسمير الخيمر وبكر، محمد نور والكيلاني، فكر مرسي وسيد كروان ورزق نصار ومحي اسماعيل ومحمد عمر وطارق العشري. يعني كان القامات دي كلها كانت موجوده سنه 73. تعرف اليوم دوت اسكندريه ما نامتش. ايوه. اسكندريه ما نامتش من الفرحه يوميا. الاتحاد كسب 1-0. فاحنا يوميها بقينا نلف ومحطه مصر. انت عارف القهوه العاليه اللي في محطه مصر؟ ايوه. دي دايما كنا نجمع فيها بعد كل ماتش، نعملوا دفه وظهره لغايه محطه مصر. نخش محطه مصر القهوه العاليه. نعملوا دفه كنا دايما نتجمع فيها بعد كل ماتش. ايوه. سواء كده او كده يعني. ايوه. وبعدين يعني برضه من ضمن برضه الذكريات برضه سنه 77 النادي الاتحاد شارك في البطوله الافريقيه. ايوه، ده المره الثانيه. المره الاولانيه المره الاولانيه كان مع نادي الرعد الكاميروني، انا فاكر هنا. تمام. وكسبناه 4-0. ايوه. تمام. رغم ان الحكم ساعتها ظلمنا، وواحد من اللعيبه من المتفرجين نزل جري جوه وعايز يضرب الحكم. لكن احنا كسبنا مع 4-0. ايوه. فانسحبوا هم بقى، يعني يومها الفريق حصلت معركه جوه والفريق انسحب.
الفريق بتاعهم انسحب، بس احنا كنا كسبانين 4-0. في 77. المره الثانيه بقى طلعنا من دور الاربعه سنه 77. ايوه طلعنا من دور الاربعه. كان الياوندي احنا كسبناه هنا 1 وهو كسبنا 2. ايوه الله ينور عليك، الله ينور عليك. وبعدين افتكر انا برضو ان احنا الاتحاد دخل الكونفدراليه الافريقيه سنه 2006. ايوه بس طلعنا من دور ال 16. طلعنا من دور ال 16. ما كانش فيه بقى في تحيز بقى من المدربين من الحكام والكلام ده. احنا طلعنا ترجيح برضه قدام الترجي بعد ما عاد كازابلانتي كذا كده ايوه انا بقول لك التذكره بتاعتي يعني ايه. انا مش فاكر كل ده، بس كويس انت بتفكرني. يا استاذ احمد سلامه، اول مره دخلت النادي الاتحاد شفت النادي، ذكرياتك مع مباني النادي والاماكن اللي كانت موجوده اللي اندثرت دلوقتي. هو بص، الملعب اللي كان في الشاطئ، الملعب الصغير دوت الضيق ده اللي على القد يعني، على النظام كنا بنشوف القديم. اللي في الشاطئ اللي في الشاطئ. كنا بنعشقه، حتى لما يكون في تدريب بنروح بدري ونقعد بره كده السياج ونقعد نتفرج على اللعيبه وهي التدريبه المقدسه بتاعتنا دي. ايوه كانت. انا لغايه دلوقتي كل ما اروح الشاطئ اروح ابص على المكان ده، على النادي ده، على الاستاد ده، واقعد افتكر بقى لما كنا بنيجي نحضر التمرينات بتاعت الاتحاد والكلام ده. ولغايه دلوقتي والله يا استاذ، لغايه دلوقتي احنا بروح، ووالد الله يرحمه بقى كان دايما ياخدنا. انا كنت اروح بقى لوحدي، بعد كده اقعد بقى هناك بقى واتفرج بقى على يعني اراجع على الذكريات بتاعتي. الملعب الجميل بتاع زمان ده. ايوه قبل الاستاد ده، قبل ما الماتش تروح الاستاد يعني، والملعب ده ما كانش فيه. ايوه فيعني الاتحاد من الجمهور برضو كان مين معاك في ذكرياتك بيروح معاك المباريات؟ انا بص، يعني انا هقول لحضرتك على حاجه. احنا عندنا جمهور محترم جدا ووافي جدا ومخلص جدا ومؤدب ومحترم. احنا مره في ماتش هنا في الاستاد، كان الاهلي تقريبا، ماتش الاهلي في الدوري عام. ففي مشجع اهلاوي قاعد في وسطينا، قاعد في وسط جمهور الاتحاد. ايوه معايا يا استاذ محمد؟ تمام معاك. فكانت كل ما تيجي هجمه علينا على الاتحاد يوم يقف يعمل كده يعني ايه. راح واحد من المشجعين بتوعنا قال له خد تعالى يا ابني تعالى، انت بتشجع الاهلي؟ قال له لا والله انا بشجع الاتحاد. شايف هو والله. فالمهم قعد، جاب برضه هجمه ثانيه وصدها تقريبا كان عرابي. انا صدها عرابي، راح قايم برضه ايه وراح عامل كده. قال له لا 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 لا، انت اهلاوي مش هتقعد في وسطنا. تعرف جمهور الاتحاد عمل ايه؟ كانوا عايزين يضربوا، يعني كانت في ناس عايزه تعتدي على الولد ده. جمهور الاتحاد خده، قال له بص اقعد في وسطينا، احنا بنحبك، اقعد في وسطينا ما تتكلمش، يا اما تقعد في الناحيه الثانيه. وراح قاعدين في وسطينا فعلا. وبعد ما خلصنا الماتش كان في حد عايز يعتدي على الولد ده يعني عشان ينتقم منه يعني. خدوه الجمهور، خدوه طلعوا له بره، وواحد منهم كمان ركبه عشان ما حدش يعتدي عليه. ايوه انا افتكر بقى مره ضربونا، يعني اعتدوا علينا في القطر تقريبا. كنا في السويس، كنا في السويس، جايين من السويس. ولقينا واحنا راكبين القطر ناس بتضرب بالطوب، حتى علينا بالطوب. ولقينا حوالي 2 3 كده مننا اتعوروا. معايا يا استاذ محمد؟ مع حضرتك. تفتكر ماتش كان ايه، ولا كان في دوري ولا كاس؟ اذان بس. طب احنا بنشكر الاستاذ احمد سلامه مشجع الاتحاد السكندري القديم. شكرا يا فندم. الله يخليك يا حبيبي. الف سلامه يا حبيبي. مع السلامه. مع السلامه.